السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل بقى حاجة حلوة، ما لازم كل يوم نعمل حلويات جنب الأكل. أنا كان عندي نص لفة جلاش باقية امبارح من الجلاش اللي عاملاه، حطيته في الفريزر، ودلوقتي هعمل حلويات. عندي كنافة هي مقطعة محمرينها في السمنة، وعندي اللهم صل على سيدنا محمد وحبة زبيب باقيين اهو من رمضان. هحط ده على ده، وهعمل جلاش محشي بالكنافه. جلاش محشي بالكنافه بتتباع بره غاليه. وهنحط كمان حبه سكر، هي دي اهي حبه سكر، هي دي الحشوه بتاعتنا اللي هنعمل بيها الجلاش. قدامكم اهو هنحط حبه كده، شايفين؟ واقوم مقلبينها كده، شايفين انتوا؟ طبعا وده البايركس نحط فيه اهو قدامكم كده. وهنرص كده الجلاش بالطريقه دي. هنعمل واحده تانية اهو، ادي الزبيب مع الكنافه المحمره في السمنه، وهنعمل كده اهو ونحطها كده اهو، وندهن معانا السمنه اهي بلدي، هندهن كده وهنعمل كل الصينيه وهنوريها لكم لما نخلص. ما شاء الله طلعت من الفرن، وكل ما تسقيها شربات عايزه تاني، كل ما تسقيها عايزه تاني. وتعالوا كلوا معانا، والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. العيال نفسها في رز معمر، اعمل لنا رز معمر. اما نروح البلد بناكل رز معمر، قلت لهم حاضر عينيا ليكم، هعمل لكم اللي انتوا عايزينه. فعندي هنا الطاجن اهو، وعندي رز، وعندي لبن وحبه فلفل. هو طبعا طاجن رز حادق، وعندي حته سمنه. همسك الاول حته السمنه و همسحها كده في الطاجن كلها. ماشي. بعد ما دعكت الطاجن فيه حته سمنه، عندي الرز انا غسلاه كويس اهو. عايزين نعمل طاجن رز معمر صغير ما يكونش كبير اهو يا حبايبي. احط الرز هنا قدامكم اهو واقلبه كده، وعندي اللبن اهو، اللبن اهو احط عليه حبه ملح، واحط حبه فلفل اسود. ده اللبن، واقلب كده. اسهل حاجه معمر ده اسهل. واقوم حاطاه قدامكم اهو في الطاجن كده اهو، شفتوا اهو. وعندي حته سمنه اهي، حته سمنه اهي، هحطها كده اقطعها حتت حتت، مش لازم قشطه، مش لازم قشطه. هم عايزين ياكلوا رز معمر قدامكم، شفتوا؟ حتت حتت حتت. هقوم احطها في الفرن وبعدين اوريها لكم. وطلع الطاجن بالفرن، اللهم صل على النبي. وعندنا العسل اهو، هنسقيه عسل. ده بقى الحاجات الحلويات، جلاش وحشيته قصادكم بالكنافه المحمره والزبيب. ما شاء الله، لازم حاجه حلوه في اليوم، لازم كده. جوزي معودني على كده، لازم تاكلي ولازم تعملي حاجه حلوه. يا راجل عندي السكر، هو ملوش دعوه، انت عندك السكر بس انا ما عنديش. لازم كل يوم كل يوم. ما شاء الله. وادي طاجن، واقول لكم السلام عليكم. نتقابل في اكله تانية.